لو عايزة تعملي أكلة تخلصيها وانت واقفة في المطبخ في دقيقتين، يبقى هي الوصفة دي. تعالي النهاردة أقولك على أسرع وأطعم وصفة بامية باللحمة، سهلة وسريعة طعمها حلو قوي بطريقة ست وستك. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله. عندي هنا نص كيلو من البامية زي ما انتوا شايفين كده قمعته. هبدأ الأول أغسله بمية فترة من الحنفية، وبعد كده بنبدأ ننزل عليه بمية مغلية. أنا بحب أغسل البامية بالطريقة دي، بديلها تقلبتين في المية المغلية، وبعد كده بصفيها من المية المغلية واشطفها بمية فترة من الحنفية، وبعد كده ببدأ اشتغل في الوصفة. بعد ما شطفنا طبعا البامية بتاعتنا، هننزل عليها هنا بطماطمتين كبار متقطعين مكعبات. هننزل عليها بصلاية كبيرة فرماها خشن بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وعندي هنا راس توم. طبعا اهم حاجة في الوصفة دي ان يكون التوم صحيح، ما يكونش مفروم ومتفرز في الفريزر. لو الفص كبير بتقطعي كل فص على 2، فص صغير بتحطيه زي ما هو. عندي هنا قرن فلفل اخضر، ولو حابة تحطي فلفل سبايسي بيبقى طعم البامية جميل جدا. نزلت بالملح والفلفل الاسود، ونزلنا هنا بالكزبرة، وهننزل بالشطة، والشطة اختياري بس طعم البامية بيبقى جميل جدا وهي مشطشطة. ببدأ اقلب ده كله مع بعضه. النهاردة هنعمل وصفة بامية ني في ني بس طعمها حلو قوي بطريقة الطيبين، بطريقة ستي وستك. بس كده. عندي هنا طاجن، ببدأ انزل طبعا بنص الكمية بتاعتنا او نص البامية. ببدأ افردها كده في الطاجن. لو عندك طاجن اصغر هيبقى لامم الدنيا. الطاجن كان كبير شوية. ببدأ بعد كده بتحطي اللحمة ترصيها كده في النص، وبعد كده بنبدأ ننزل بباقي البامية عليها. بس كده ولا اي حاجة. عندي بقى هنا طماطمتين كبار فرماهم في الخلاط على 3 كوبايات من المية. المية كتيرة ليه؟ عشان هي اللي هتسوي لي اللحمة. وحط عليها نص معلقة صغيرة من الملح ورشة من الفلفل الاسود. فرمتهم كويس قوي ونزلنا بيهم على البامية واللحمة، وبعد كده هزة كده للطاجن. ودلوقتي بننزل عليهم بمعلقة كبيرة من السمنة. وطبعا انا مشغلة الفرن على اعلى درجة حرارة. هبدأ ادخله على الارضية، ده فرن البوتاجاز طبعا، وشغال عليه من تحت بس على اعلى درجة حرارة لحد لما البامية واللحمة تستوي معايا. لو لقيتي ان اللحمة بتاعتك الطاجن نشف والبامية لسه اللحمة لسه ما استوتش، زوديها مية. اهم حاجة تكون مية مغلية. ليه؟ لان لو مية باردة هتخلي الطاجن معاكي يفرقع. بس كده. طبعا البامية هنا كانت خرجت من الفرن بعد ما استوت، وهي برضو احتاجت مية في الفرن، فانا رجعت زودتها مية مغلية زي ما قلت لكم. بس كده ما اخدتش وقت خالص، طعمها حلو قوي. اهم حاجة في تسوية الفرن ان هي بتحافظ لك على الخضار بتاعك، سواء بامية او بطاطس او كوسة، اي خضار انت بتعمليه البامية بتحافظ لك عليه. تعالي بص تعالي معايا بصي قد ايه اللحمة معايا مستوية، البامية بتاعتنا مستوية حلوة قوي، وفي نفس الوقت محتفظة بشكلها زي ما هي، يعني ما اتهرتش. شايفين كمان التوم دبلان وطعمه حلو قوي. بصوا البامية واللحمة كمان. فاتمنى بجد تجربوا وصفة النهاردة وتقولوا لي على رأيكم فيها. أسرع وصفة بامية باللحمة ني في ني، طريقتها سهلة قوي وحلوة قوي بطعم وريحة زمان. فلايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. واستنوني في وصفات جاية كتير بإذن الله.